عموما اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس على الكل. طبعا مش هقول لك كل يعني التفاصيل اللي انت عارفها بقى. ايه الموضوع بتاع قرعه كاس العالم للانديه؟ قرعه كاس العالم للانديه حصل فيها مفاجاه كبيره جدا، ان النادي الاهلي هيقابل الفائز من اوكلاند سيتي واتحاد جده السعودي. تتوقع فوز اتحاد جده السعودي على اوكلاند سيتي؟ اوكلاند سيتي ده النادي الاهلي لو تفتكروا قبل كده، ولعب امامه النادي الاهلي. طيب، هل لو اتحاد جده السعودي فاز وقابل النادي الاهلي، تفتكر مين يقدر يمسك كريم بنزيما في نص الملعب؟ فابينيو لاعب ليفربول السابق طبعا، اللاعب العالمي يعني. طب كريم بنزيما مين اللي هيمسكه في الهجوم؟ اعتقد اجاباتكم هتبقى معروفه في التعليقات تحت، وهستناكم تكتبوها لي، وانا هقول لك الاجابه ايه بعد قليل. ولكن ما تنسوش تتابع الفتره اللي جايه، عشان في فيديوهات وتصريحات مهمه جدا 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 الفتره القادمه. احداث بقى، انت بتتكلم اتحاد العاصمه ومباراه السوبر يوم 15/9، وبتتكلم في كاس العالم للانديه والبدايه الناريه للنادي الاهلي، وهتبقى ضربه واكبر تسويق للسعوديه اكتر لما النادي الاهلي يقابل اتحاد جده السعودي. لو هم اشتروا لعيبه العالم كلهم، لكن لما يقابل النادي الاهلي قصه تانية. الاجابه بتاعت محمد عبد المنعم هو اللي هيمسك كريم بنزيما. اشوفكم في فيديو جديد، ودايما اسيبكم في رعايه الله. تحياتي ليكم، مع احمد الافندي. الحقيقه بس عندي. سلام.